مستر، انا التاريخ في تالتة اعدادي صعب جدا ومش عارف الم. مين قال كده يا ابني؟ التاريخ في تالتة اعدادي سهل جدا، بس محتاج حد يفهمه لك بطريقه سهله وبسيطه. وانا جاي لك النهارده ان شاء الله عشان اخلي لك التاريخ اسهل حاجه عندك في الدراسات. يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي سنه تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. ان شاء الله انا جاي لك النهارده باول درس في التاريخ بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا، في 20 دقيقه بس، يعني حاجه بسيطه جدا عايزك تركز فيها من اولها لاخرها، وان شاء الله مع بعض هنقفل الدراسات. وما تنساش مع مستر سيد سليمان، دراسات في امان. يلا نبدا. كان يا مكان في اواخر القرن ال15 وبدايه القرن ال16، يعني سنه 1498 كده، كان في 3 قوى في العالم الاسلامي بيتصارعوا مع بعض مين يحكم العالم الاسلامي كله. تعالى يا مستر قبل ما نعرف الصراع اللي بينهم، هم مين اصلا ال3 قوى دول؟ ال3 قوى دول، اول دوله اسمها دوله المماليك. الدولة دي يا مستر كان مكانها فين؟ كانت بتحكم مصر والشام والحجاز وبعض سواحل من البحر الأحمر. العاصمة بتاعتها كانت في مصر، القاهرة. قال لي يا مستر الدولة ديت حصل لها أزمات اقتصادية وأزمات سياسية. الأزمات الاقتصادية قال لي إيه سببها؟ يعني لما أجي أقول لك الأزمات الاقتصادية يعني إزاي يا مستر؟ هقول له تعالى. أولاً تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح سنة 1498. طب إيه المشكلة في كده يا مستر؟ أقول لك المشكلة إن كانت التجارة ما بين الشرق والغرب لازم كانت عشان تعدي بتمر على النصر، فالمماليك كانوا بيستفادوا بالفلوس ديت وبيستفادوا ماديا من الموضوع ده. لما التجارة بدأت تلف من عند طريق رأس الرجاء الصالح فما بقتش تعدي عند مصر. إيه اللي حصل؟ ما بقتش يجي المماليك فلوس، فحصل لهم أزمة اقتصادية. المماليك تسكت؟ لا، راحوا شافوا مين اللي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح؟ طلع البرتغاليين دول اكتشفوه، فالمماليك ما سكتتش، طلعوا يعملوا معاهم معركة اسمها معركة بيو البحرية سنة 1509. المعركة دي نتيجتها إن الأسطول المملوكي اتدمر، لذلك حصل أزمة اقتصادية لدولة المماليك. تاني حاجة، حصل أزمة سياسية. إيه الأزمة السياسية؟ إن حصل أزمة سياسية كبيرة في دولة المماليك، إن كان الحكام المماليك وسلاطين المماليك بيتصارعوا مع بعض كتير جدا عشان يوصلوا للحكم، بالإضافة اللي كان في ثورات من المصريين ضدهم، وكمان في اضطراب في الأمن، فحصل أزمة سياسية. جميل. قال لي يا مستر طب دي دولة المماليك، انت قلت لي في 3 قوة بيتصارعوا مع بعض، القوة الثانية اسمها الدولة الصفوية. فين الدولة الصفوية دي يا مستر؟ ان شاء الله في دولة ايران حاليا، اللي هي كان زمان بيقولوا عليها بلاد فارس. طب مين الدولة الصفوية ديت؟ اللي مؤسسها واحد اسمه محمد بن اسماعيل الصفوي. ماله دوت أسس دولة الصفويين اللي العاصمة بتاعتها تبريز، اللي هي في دولة ايران حاليا. ثالث دولة اللي كان ما بينهم المشاكل والصراعات الدولة العثمانية. مين ديت؟ قال لي اللي أسسها عثمان بن أرطغرل. طب ماشي يا مستر، تعالى بقى نعرف إيه الصراعات اللي دارت ما بينهم. الدولة العثمانية في أواخر القرن ال15 وبداية ال16 كان بيحكمها سلطان اسمه سليم الأول، وهو ده نجم الحلقة بتاعتنا. سليم الأول كان بيحلم إن هو يسيطر على كوكب الأرض كله، وإن الأرض دي كلها تبقى تحت حكم الدولة العثمانية، فبدأ يخش في صراعات مع مين؟ مع الصفويين والمماليك. يلا بينا نشوف الصراعات عامله ازاي. كده احنا عرفنا ال3 دول اللي ما بينهم صراعات. اول حاجه نبدا بالصراع السهل اللي كان ما بين الدوله العثمانيه بقياده سليم الاول والدوله الصفويه. قال لي يا مستر سليم الاول اخذ الجيش بتاعه وهوب طلع على الدوله الصفويه، دخل معاهم معركه اسمها جلديران سنه 1514. المعركه دي نتيجتها ايه؟ قال لي يا مستر انتصار سليم الاول على الصفويين وانتهاء دوله الصفويين. خلصنا من القوة الأولى، فاضل لي مين؟ بس هي المماليك اللي عندي هناك في مصر والشام والحجاز دي، أنا لازم أروح أسيطر عليها. هيبدأ سليم الأول يدخل ينكش المماليك. ينكشهم إزاي؟ هيسيطر على إمارة اسمها إمارة ذي القادر المملوكية، دي ما بين حدود ما بين المماليك اللي في الشام والدولة العثمانية نفسها. بالفعل سليم الأول أخذ إمارة ذي القادر. في الوقت دوت كان حاكم المماليك اسمه السلطان الغوري أو كنسوة الغوري. هتسمع الاسمين. قال للسلطان الغوري طبعا ازاي يا رجاله؟ ازاي سليم الاول ياخد حاجه تبعنا واحنا مش رجاله ولا ايه؟ تعمل ايه يا عم؟ هنطلع نحاربه، يلا نروح له على الشام، لان احنا قلنا المماليك العاصمه بتاعتهم في القاهره في مصر. فطلع على الشام سلطان الغوري، يلا بينا وسع، يلا هيخش معركه مع سليم الاول. المعركه كانت اسمها ايه؟ مرج ضب في الشام.
سنة 1516 دخلوا المعركة. وطبعا أول ما أقول لك معركة تقول لي يا مستر أكيد في أطراف، في اتنين بيتخانقوا مع بعض وفي أحداث وفي نتائج. فدخلوا المعركة هوب لقيت لك السلطان الغوري داخل وسع يلا وسع يلا، هوب أخد سيف مات اتقتل وانهزم في معركة مرج ضابط 1516 وأصبحت الشام ولاية عثمانية. سليم الأول أخذ الشام. طب إيه اللي فاضل لي في المماليك؟ إيه اللي فاضل لي في المماليك؟ بس فاضل مصر. فسليم الأول هيطلع على مصر عشان يسيطر عليها. بس واحد يسألني سؤال، مستر هو لما السلطان بتاع المماليك مات مفيش سلطان مسك؟ قلت له لا، ده في سلطان مسك اسمه تومان باي. لقينا المماليك قاعدين بصوا لتومان باي كده، هو انت النجم اللي من بعد السلطان الغوري اللي هتمسك الحكم. وبالفعل تومان باي مسك الحكم. اول ما مسك الحكم ما لحقش يفرح يا عيني، لا سليم الاول جاي له في صحراء العباسيه سنه 1517 ودخل معاه معركه اسمها معركه الريدانيه. المعركه ديت طبعا قلنا احدثها ان المعركه دخل سليم الاول مع السلطان تومان باي، نتيجتها انهزام تومان باي وانتصار سليم الاول وتحول مصر الى ولايه عثمانيه. يا نهار ابيض، ده كده سليم الاول سيطر على مصر. فروحنا سالنا يا سليم يا اول، عملنا معاه حوار. يا كينج بقول لك ايه يا عم، في انت طايح في الناس كده ليه؟ في ايه يا عم؟ هو ممكن نسالك سؤال؟ قال لي احنا عايزين نعرف هو انت جاي عايز تسيطر على الشرق الاسلامي ليه؟ قال لي والله بص يا مستر انا هحكي لك. اولا انا عايز اسيطر على الشرق الاسلامي لان اتجهت ناحيه اوروبا، لقيتها متفوقه عليا عسكريا وحضاريا. فقلت طبعا لو رحت دخلت معاهم دلوقتي اي حروب هتهزم. بصيت هنا لقيت في الشرق عندي دولتين، الصفويين والمماليك، فسيطرت عليهم. وبالتاكيد سيطرت على دوله المماليك اللي كانت في مصر. قلت له ليه؟ قال لي عشان مصر ديت قلب العالم الاسلامي، لازم اسيطر عليها وكمان اوسع ممتلكات الدوله العثمانيه. قلت له طب جميل، طب وبعدين انت يعني بعد ما سيطرت ودخلت حولت مصر لولايه عثمانيه، ممكن نسال المماليك سؤال؟ قال لي اسالهم، انا مالي يعني، اسالهم يعني. رحت للمماليك، سلام عليكم يا مماليك، هو انتوا كل شويه تخسروا كده وتاخدوا على قفاكم من سليم الاول ليه؟ خسرتوا، خد منكم اماره ذي القادر، بعد كده مرج ضابط 1516 هزمكم وقتل السلطان الغوري، و1517 قتل تومان باي واخد مصر. قالوا لي بص يا مستر احنا المماليك كنا في نزاع مستمر ما بيننا، وكمان ما كانش في استقرار في البلد، وكمان كنا بنحارب باسلحه قديمه جدا وغير حديثه يعني. لكن سليم الأول كان بيحاربنا بأسلحة حديثة وكمان بأساليب قتال جديدة، فعشان كده سليم الأول كسبنا. قمت سأل سليم الأول ممكن تقول لنا إيه اللي حصل بعد ما كسبت المماليك؟ يعني إيه ما النتائج المترتبة على هزيمة المماليك أمام العثمانيين؟ قال لي بص يا مستر، أولا تحول مصر إلى ولاية عثمانية بعد ما كانت دولة مستقلة. 2 سليم الأول أعلن نفسه الحامي على الحرمين الشريفين وجميع رعايا المسلمين، وسيطر على الدول الإسلامية في قارة آسيا وقارة أفريقيا. وبكده يا مستر بقت مصر تبقى تحت الحكم العثماني. مصر تحت الحكم العثماني، لقينا العثمانيين سيطروا على بلدنا مصر حوالي 4 قرون متتالية، 400 سنة بيحكموا بلد. واحد يسألني يا مستر هي إيه النتيجة لما العثمانيين سيطروا على مصر بلدنا يعني وقعدوا 400 سنة بيحكموا البلد؟ قلت له بص النتائج إن مصر ديت تحولت لولاية معزولة بعيدة عن التقدم الأوروبي بسبب العزلة اللي فرضها العثمانيين. قال لي طب حلو مستر ممكن تقول لي هو حكم العثمانيين في مصر كان عامل ازاي؟ قلت له تعالى اقول لك هنقول ايه. هنتكلم عن الحياة السياسية في مصر أثناء الحكم العثماني، هنتكلم عن الحياة الاقتصادية، وهنتكلم عن الحياة الاجتماعية، وآخر حاجة الحياة الثقافية والفكرية. يلا بينا نبدأ بالحياة السياسية. قال لي يا مستر السلطان سليم الأول كان معين 4 حاجات في مصر يحكموا بلدنا. واحد اسمه الوالي، وده كان نائب السلطان في مصر وكان بيجيب له الضرايب يوديها له لحد عنده. حاجة اسمها الحامية العثمانية، ودي مجموعة فرقة عسكرية بتحمي أمن الولاية اللي هي مصر. وحاجة اسمها الديوان. الديوان ده بقى مكون من ايه؟ من كبار ضباط الحامية العثمانية دي والعلماء والتجار والأعيان والناس الأغنياء اللي في البلد. آخر حاجة المماليك. ايه ده؟ سنة واحدة مستر، هم مش المماليك انهزموا؟ قلت له لا، ده انهزموا الحكم بتاعهم اللي ما بقاش موجود، انما المماليك عايشين. يعني انا دلوقتي اما اجي اقول لك ايه، احنا دلوقتي شلنا حسني مبارك من الحكم، هل حسني مبارك مات؟ لا، هو عايش في البلد بس مش هو اللي بيحكم.
قال لي لما العثمانيين كانوا بيحكموا عينوا المماليك كحكام للاقاليم عشان يعملوا توازن ما بين القوى. ليه بقى؟ لما عينوا الاربعه دول عشان ما فيش اي حد من دول يستقل بحكم مصر لوحده. فانا كده يا مستر عرفت النظام السياسي في مصر. بس قال لي النظام دوت حمل في داخله، يعني بالاسلوب بتاعه دوت حمل في ثناياه عوامل ضعف. قلت له ازاي يعني؟ بما تفسر يعني ليه يعني؟ قال لي اولا لان الوالي دوت كانت مده حكمه من سنه ل3 سنين، فكان الوالي بيجي مش همه يعمل حاجه في البلد، كان همه يلم اكبر عدد من الفلوس عشان كده هيمشي من الحكم. وكمان زياده سلطه الديوان والحاميه العثمانيه، فدوت اللي خلى النظام العثماني يضعف. طب يا مستر هو ايه اللي حصل لما النظام العثماني ضعيف؟ لقينا احد المماليك، بكوات المماليك، قعد يتطلع ان هو عايز يرجع حكم المماليك تاني لمصر. مين دوت؟ علي بيك الكبير. بالفعل استقل بحكم مصر سنة 1768 وسيطر على الشام والحجاز، بس فاضل له شمال الشام. لما علي بيك الكبير سيطر على مصر بدأ يتحالف مع شيخ اسمه الشيخ ظاهر العمر، وده حاكم جنوب الشام. وبعد كده سيطر على الحجاز، مش فاضل له غير شمال الشام. راح لمين؟ للنائب بتاعه اسمه محمد بيك ابو الدهب الخاين. انا مسميه الخاين ليه؟ لان محمد بيك ابو الدهب لما علي بيك الكبير طلب منه يروح يسيطر له على شمال الشام ويرجع حكم المماليك من تاني، محمد بيك ابو الدهب عمل ايه؟ طلع على الشام، راح قابل مين هناك؟ السلطان العثماني. السلطان العثماني بص له كده قال له يا ابو الدهب بقول لك ايه، انا عندي ليك عرض ما يترفضش. قال له عايز ايه يا سلطان عثماني؟ قال له بقول لك ايه، ما تيجي نشيل علي بيك الكبير ونرجع مصر ولايه عثمانيه مره ثانيه. قال له ايه المقابل؟ قال له يا عم هعينك نائب للولي الجديد. قال له لا يا حبيبي، ما انا كده نائب عند علي بيك الكبير، ما ايه زياده يعني. قال له يا عم هديك عرض تاني، بقول لك ايه، احنا نشيل علي بيك الكبير ونعينك انت واليا على مصر. قال له لا ثانيه واحده فقط. موافق. ايه ده؟ قال له يا مستر تحالف محمد بيك ابو الدهب نائب علي بيك الكبير مع السلطان العثماني. عارف ما النتائج المترتبه على ذلك؟ فشل حركه علي بيك الاستقلاليه وعوده مصر ولايه عثمانيه مره اخرى تحت حكم مين؟ الخاين، ايوه محمد بيك ابو الدهب. وبكده الحياه السياسيه خلصت. هنتكلم عن الحياه الاقتصاديه. تعالى نتعلم مع بعض. اول ما اقول لك اقتصاد يبقى في زراعه، صناعه، تجاره. طب حلو، دخلنا على الزراعه لقينا السلطان العثماني عامل حاجه اسمها حق الانتفاع. ايه حق الانتفاع ده؟ قال لي يا مستر ان الارض بتاعت مصر دي ملك للسلطان العثماني، والفلاحين اللي في مصر ينتفعوا بيها ومالهمش الحق التصرف فيها. فالدنيا مشيت وتمام، والفلاحين بيزرعوا وبياخدوا الانتفاع بتاعهم. في اواخر القرن ال17 او في منتصف القرن ال17 كده بدات الزراعه تضعف ويحصل لها تدهور. ايه اللي حصل؟ قال لي يا مستر لقينا الدوله العثمانيه لما ضعفت عملت حاجه اسمها حق الالتزام او حق الالزام. هتسمع الاثنين، هتسمع الاسمين، حق الالتزام او حق الالزام. قال لي يا مستر هو ايه حق الالتزام ده؟ ان بداوا يفرضوا ضرائب كتيره على الفلاحين. وبعدين لقينا ان المجتمع الريفي بدا يعاني معاناه شديده ويتدهور. فروحنا للفلاح، انت بتعاني ليه يا عم الفلاح؟ ليه بتعاني في فتره حكم العثمانيين؟ قال لي بص يا مستر انا هحكي لك. اولا الدوله العثمانيه بدات تفرض علينا ضرائب كتير، ضرائب بايظه، وكمان تعسف الملتزمين في جمعها. الناس اللي بيجي ياخدوا مننا الفلوس بتاعت الضرائب ديت مش بيرحمونا، بياخدوا مننا اي حاجه. يعني انا لو مش معايا فلوس بياخد اي حاجه في البيت. يعني مثلا يجي يقول له يا عوضين عليك ضرائب ادفعها، يقول له يا باشا معيش والله، يقول له بس الجاموسه دي تهمنا تخصنا، يقوم واخد ايه اي حاجه مكان الفلوس اللي مش هيدفعها. وكمان يا باشا الطبقه الحاكمه ديت كانوا مش مهتمين بطرق الري ولا المشروعات الزراعيه، واهملوا طرق الري والمشروعات الزراعيه. عشان كده يا باشا انا كنت بعاني في الفتره بتاعت الحكم العثماني ده. طيب عرفنا ان الزراعه تدهورت، بعد كده نخش على الصناعه. قال لي يا مستر الصناعه هي كمان تدهورت وبقت زي الزفت. قلت له ليه؟ قال لي مبدئيا الزراعه لما بتبوظ الصناعه هتبوظ والتجاره هتبوظ. فروحنا للصناعه. ايه اللي بوظك يا ست؟ قالت لي اولا يا مستر انا الصناعه انا متدهوره جدا، اولا بسبب ان الزراعه متدهوره. طب حلو. تاني حاجه لقيت العثمانيين بيعملوا ايه؟ بيبعتوا امهر الصناع والحرفيين للعاصمه بتاعتهم الاستانا، عاصمه الدوله العثمانيه، وسابوني هنا يا باشا في مصر. انا الصناعه بقيت رديئه بسيطه بدائيه متدهوره خالص. فالصناعه تدهورت بسبب تدهور الزراعه، وكمان ارسال امهر الحرفيين الى الاستانا عاصمه الدوله العثمانيه عشان يشتغلوا هناك.
فخلوا الصناعه في مصر متدهوره رديئه جدا وبسيطه. قال لي يا مستر بعد كده هنخش على التجاره. قال لي التجاره انا وانت لازم نفهم ان هي نوعين، تجاره خارجيه وتجاره داخليه. رحت ببص على التجاره الداخليه لقيتها متدهوره وزي الزفت، رحت على التجاره الخارجيه برضه متدهوره وزي الزفت. ايه ده في ايه يا تجاره؟ انت ايه اللي حصل لك؟ قالت لي يا مستر انا التجاره الخارجيه متدهوره جدا، اولا بسبب ان مفيش استقرار، مفيش امن. اجي واحد عنده محل اروح اصلي واجي هوبا يجي يلاقي المحل اتسرق، مفيش استقرار. تاني حاجه تدهور الزراعه والصناعه، الزراعه والصناعه بايظين فالتجاره هتبوظ. تالت حاجه يا مستر الاغارات اللي كان بدو الصحراء بيعملوها، الاغارات المتلاحقه، في هجوم كتير من بدو الصحراء على التجاره اللي بتمر في الصحراء، فالتجاره الداخليه تدهورت. اما التجاره الخارجيه بقى برضه تدهورت. عارف ليه؟ بسبب اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح وتحول التجاره من الشرق للغرب عن طريق راس الرجاء الصالح، وكمان الامتيازات الاجنبيه اللي الدوله العثمانيه اديتها للدول الاجنبيه. يعني ايه؟ يعني احنا في مصر بنبيع الحاجه بجنيه، يجي يقول الدوله العثمانيه تقول للاجانب ايه؟ تعالى بيعها في مصر بنص جنيه واحنا مش هناخد منك ضرائب. فدي ادى الى تدهور التجاره الخارجيه. فبنبص لقينا الاقتصاد كله راح في ده، الزراعه تدهورت والصناعه والتجاره. يلا الله يسامحنا. بعد كده هنخش على الحياه الاجتماعيه. المجتمع المصري اثناء الحكم العثماني كان يعني عامل ازاي؟ طبقاته عامله ازاي؟ يعني الناس عامله ازاي؟ قال لي والله بص يا مستر كان طبقتين، طبقه الحكام اللي بيحكموا البلد وطبقه المحكومين اللي الناس بيحكموهم الشعب يعني. قال لي مين هم الحكام يعني؟ قلت له والله كان العثمانيين اللي هم الاتراك، وكان معاهم المماليك وكان الاقاليم. طيب رحنا على المحكومين بقى، هم مين المحكومين؟ قال لي المحكومين هم كمان طبقتين، طبقه اسمها الطبقه الوسطى كان فيها بقى كبار التجار والعلماء والاغنياء والناس اللي هي كان معاها فلوس في البلد، والطبقه الدنيا الطبقه الفقيره، ودي اكتر كانت الاكثريه في الشعب. مالها الطبقه ديت؟ كانت طبقه فقيره كحيانه يعني. عارف الطبقه ديت كانت بتعاني من الفقر وانتشار الامراض والاوبئه، وكان عندها مشاكل كتير جدا. فده كده كان المجتمع المصري اثناء الحكم العثماني المصري. رحنا على الحياه الفكريه والثقافيه لقيناها متدهوره وكانت جامده وراقده. مستر ثانيه واحده اسالك سؤال، بما تفسر الحياه الفكريه والثقافيه متدهوره ليه اثناء الحكم العثماني؟ قلت له والله سهله، بسبب العزله اللي عملها العثمانيين على مصر. كانوا عاملين عزله عن التقدم الاوروبي وكل حاجه، فبقى الحياه الثقافيه والفكريه راقده جدا. طب ده السبب يا مستر، طب ما النتائج المترتبه بقى لما الحياه الثقافيه باظت؟ قلت له والله اولا تدهور واهتزاز مكانه الازهر في مصر بعد ما كان بيهتم بالعلوم الشرعيه فقط واهمل العلوم الرياضيه والطبيعيه. وتاني نتيجه حصلت ان تدهور الحياه الادبيه. وتالت حاجه انتشار الجهل والفقر والشعوذه والدجل. عارف يعني ايه؟ بص تعالى نتعامل مع بعض. حاجه طول ما انت انسان جاهل اي حد يعرف يشتغل، اي حد، انما انت لو متعلم لا طبعا انا بيقول لي حاجه انا عارف ان دي معموله ازاي. طيب يعني مثلا ما اقول لك ايه، واحد رحنا عند راجل دجال حاطط حله ميه وبيغليها، فيقول لك ايه الحق الغطا بيتحرك لوحده، ايه ده ايه ده؟ فانت الناس الجهله بقى لا يا مولانا ما تاذناش يا مولانا. عارف الناس المتعلمه بتعمل ايه؟ هو متعلم ان ده قوه البخار، البخار ليه قوه فده اللي بيحرك غطا الحل، فعشان كده ما يعرفش يشتغلني عشان انا متعلم. انما الناس الجهله سهل جدا تشتغل. طب جميل كده يا مستر، خلصنا الدرس الاول. واتمنى لو انت من الابطال اللي وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك عشان هننزل لك التاريخ بطريقه ممتعه جدا جدا. وفي الاخر مع مستر سيد سليمان الدراسات في امان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.